الأموال لوزير الداخلية السابق اللواء حبيب العدلي إلى القضية الأهم، القضية الأم، وهي قضية قتل المتظاهرين. ظهر اليوم حدثت عملية اغتيال ثانية للشهداء. محكمة جنايات السويس في التجمع الخامس أخلت سبيل جميع المتهمين، مدير الأمن و9 ضباط بكفالة 10,000 جنيه. الأهالي احتجوا على هذا القرار وغضبوا بشدة، أغلقوا الطرق وما زالوا يتظاهرون في السويس حتى الآن. دماء الشهداء لن تكون ماء في كل الأحوال. شاهدوا هذا التقرير. قررت محكمة جنايات السويس اليوم في جلستها بمجمع محاكم التجمع الخامس إخلاء سبيل جميع المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس بكفالة قدرها 10,000 جنيه لكل منهم، هذا يتجاوز إلى 14 من سبتمبر. عملية اغتيال ثانية للشهداء كما أكدت، ولذلك النائب العام المستشار عبد المجيد محمود طعن على قرار إخلاء سبيل ضباط السويس المتهمين بقتل المتظاهرين، وهيتم تحديد إحدى دوائر جنايات السويس خلال 48 ساعة. الحقيقة السويس لا تستحق منا ذلك. السويس التي سقط فيها أول شهيد لثورة 25 يناير، السويس التي تصدت للإسرائيليين، لا تستحق هذا الإهمال الجسيم.